اهلا وسهلا بكم محبي ومتابعي ومشاهدي قناه ابسط فكره. هنتكلم عن حاجه مستخدمه في كل بيت، الريموت بتاع التلفزيون. ريموت اي جهاز عندك في البيت انت بتستخدم له بطاريتين للحجاره اللي هي البطاريات العاديه. النهارده هنعمل بديل للبطاريه العاديه، وهيبقى بديل شحن ومش هيكلفنا حاجه. الشاسيه بتاعنا بالراحه كده خالص. البطاريه دي بتبقى مستخدمه في السماعات البلوتوث، بتبقى مستخدمه في اي جهاز عندك اللي هو بيشتغل شحن، دايره شحن محترمه وفيها بطاريه محترمه، فاحنا ينفع نستخدمهم بديل للحجاره بتاعه الريموت. طيب هنشوف التكنيكال ازاي هنشتغل وازاي هنفكر وازاي هنوصل البطاريه دي بالريموت ده. ممكن نجرب واحنا مع بعض دلوقتي. ادينا هنوصل الشاحن، هنلاقي فيه لمبه البيان هتنور 3 مرات كده، دي مشحونه على الاخر مش محتاجه تتشحن. ممكن نخلي البطاريه يبقى مكانها هنا. يفضل ان احنا نخلي دايما البلس باللون الاحمر. هنستغل اللمبه اللي بتنور بتاعه الشحن، فعايزين نعمل لها مكان هنا، وعايزين نستخدم الشاحن نخليه في الجزء ده عشان يبقى الشاحن موجود من هنا. ان دي كده مكانها تمام وهتبقى مرتاحه مكانها. نركب السيكوت الخاص بالشحن، هنخليه يبقى في المستوى ده عشان يبقى شكله ظريف. هنا حددنا المكان اللي هيبقى فيه لمبه البان بتاعه الشاحن، وهنوصل الاطراف بتاعتنا بالكارته الاساسيه بتاعه الريموت، وبكده هنكون خلصنا. هنجيب مسدس الشمع وهنشوف دلوقتي هنثبت الحاجه دي مع بعض. هنعمل نفس الكلام في الطرف الماينس. الطرف الماينس هنيجي هنا ونأكد ان احنا نحمل السلك بشكل كويس. ونقول يا بسم الله، ان شاء الله هيشتغل ويبقى زي الفل. التكات بتاعته كل حاجه ركبت مكانها، ما فيهاش اي مشكله. قرب الكاميرا على العدسه دي، شايفين كده الريموت اشتغل تمام التمام، ما فيهوش اي مشكله، كل الزرار بتاعته شغاله 100 100. ونركب الكفر بتاعنا عادي بتاع الحجاره، احنا ما غيرناش اي حاجه في معالم الريموت نفسه، عشان هو حاليا البطاريه مش محتاجه شحن زي ما احنا شفنا في اول الفيديو. لما نفصل كده تنور 3 مرات كده زي الفل. اتمنى الفيديو يعجبكم. عجبوا الفيديو اكون شاكر جدا لو عمل لايك على الفيديو. اشكركم جزيلا واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.